السلام عليكم، اهلا بكم معايا في قناه وصفات لجمالك. معاكم زي ما اتعودتم خبيره التجميل والاعشاب والتطوير الذاتي والاسري مريم يحيى. ان شاء الله النهارده جايبه لكم وصفه معايا حلوه قوي. الوصفه دي جايبها لكم من اليابان، من الوصفات الجميله جدا. طبعا احنا عارفين بشره اليابانيين جميله ازاي، مشدوده، تجاعيد فيها قليله. بيبقى مثلا عمر الشخص عنده حاجه و70 سنه، وبيبقى باين صغير في السن، بشرته ما فيهاش اي تجاعيد. طبعا انتوا عارفين ان من الاكلات المفضله في اليابان هي الارز، بياكلوه كتير، اساسي عندهم في كل اكل. صحتهم ما شاء الله كويسه جدا، من الناس اكتر ناس متفوقين جدا في الالعاب الرياضيه، في العاب القوى. الارز من الحاجات الجميله جدا. الوصفه اللي انا جايبها لكم هي وصفه لشد الوجه. بيشد البشره جدا، بيقلل ظهور التجاعيد. زي ما قلت لكم طبعا كلنا عارفين بشره اليابانيين يعني قد ايه مشدوده، قد ايه جميله. الوصفه عباره عن كوبايه من الرز العادي بتاعنا ده، كوبايتين من الميه. هتحطي فيهم يعني قطعة صغيرة قوي من النعناع. عايزة تحطي حطي، ما عندكيش ما تحطيش، مفيش اي مشكلة. بس حاولي تحطي ورقة نعناع كده، بتدي برضو زيوت طيارة جميلة جدا برضو في النعناع. المهم انتي هتسيبيهم يغلوا لمدة 10 دقايق. بس مش عايزاكي تغسلي الرز يعني. انا هحط كوب الرز عليه 2 كوب من المية، ومش مش هغسله، هسيبه عشان عايزة استفيد اكتر استفادة من النشا اللي موجود فيه. هسيبه يغلي لمدة 10 دقايق، وبعدين هجيبه هصفيه. وهاخد قطعة من القماش، من القطن قصدي، او اي قماش برضو عندك. لو ما عندكيش قطن، عندك منديل ورق، عندك قطعة قماش قطن برضو عشان يعني تمتص الغسول بتاعنا او الماسك بتاعنا. هناخد بالقطن او باي حاجة عندنا هنحط بيها على البشرة ماء الأرز، ونبدأ نحطها على البشرة، نبلل بيها البشرة، ونسيبها على الوجه لمدة ربع ساعة لحد ما تنشف خالص وتجف. هتلاقي البشرة بتبدأ تتشد وبتبقى يعني جميلة جدا. بيدي ملمس ناعم، بيدي نتائج رائعة جدا في الخطوط الرفيعة وفي التجاعيد. بعد ما يجف هتغسلي وشك بالماء البارد. مش هنغسل وشنا بمية دافية، لا، هنغسل وشنا بماء بارد. الماسك ده جميل جدا، تقدري تكرريه يوميا، تقدري تكرريه مرتين في الاسبوع. هو حلو قوي، من الحاجات البسيطه السهله اللي ممكن تستفيدي منها جدا، او ممكن تجيب معاكي نتائج حلوه قوي. ومش مش محتاجه ان انت تجيبي اي كريمات غاليه، بالعكس. كل ما ترجعي للطبيعه كل ما بيكون افضل، وكل ما بشرتك بتستفيد اكتر. زي ما قلت لكم يا بنات، اعملوا الماسك، ان شاء الله هتستفيدوا منه جدا. ما تنسوش تشتركوا معانا في القناه عشان يوصلكم وصفاتي كلها اول باول. وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو عشان يوصل اكبر عدد بنات يستفيدوا منه. شكرا لمروركم الرائع، والسلام عليكم.